الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين. ودرسي صدحات كتابك التبيان في آداب حملة القرآن للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه. وقبل أن يقولك إليه مصنف رحمة الله عليه: الباب الأول في أطراف من فضيلة تلاوة القرآن وحملته. وباب كي كوباد وكسابسا قيبة كمد مدنعية كمد فضلك أيلاذ هاي قرآن كآخرين تيسا يسدوك لفضلك أيليهين dadka quraanka xambaarsan ee xafidsan. wuxuu halkan sheekhu raximahullahu ta'ala ku soo aroorin doonaa aayado quraana iyo ahadiith dhowr ah. sidoo kale waxa uu ku khatimi doonaa aqwaal culamadii islaamka qaarkood uu ka soo guurinayo. wuxuu qala Allahu azza wa jalla: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. قال الله عز وجل: إلهي وحأو يري إن الذين يتلون كتاب الله كو أخريا إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيس، وأقاموا الصلاة صلاة أوغا، وأنفقوا مما رزقناهم وحكبحي وحي أنو كو أرزاقني سرا سيهوس أهانو قرصانو بحية، وعلانية سموقتا نأو بحية، يرجون وحي رجين يانو يفلنا يان كواسي تجارة قنعسي فإذا دي يمره دي ganacsiga ama tijaaradaas oo lan tabuura aan khasaaraynin, aan baaba'aynin, oo aan markaasi wax way halaagsamaynin. liyuwaffiyahum waxaanay u baaba'aynin si uu ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu taam yeelo ujuurahum ajaradooda iyo mushqaayada iyo thawaabka ay shaqaysteen, wayaziidahum ugu kordhiyana من فضله إلهي سبحانه وتعالى إلهي ديقدي سنة وحوه كرديو. إنه إلهي غفور مدن بداف بدن وي شكور ومهد نقبضا شكري بضا. وحي إلهي سبحانه وتعالى هل كان أتلمامية ضدك القرآن كآخرية يتلون فعل كتلا وحكوي مع ضالة معنى معناها آخرنت، وتلاه بمعنى قرأه أخري وين نقطة. وحكى له تلا أي كتب ماضى راعد مركا تلاو راعينا وين نقطة، صدق له أخرينا وين نقطة. كل بمركا سياق أي كتشرته يا هذا الكاي لا صعته أيا لو قرتها معناها لو تشيدو. هل كان مانت آيدني لبض معنبا وكسورة قالوا علماءنا ويكفسرين كوا كتابك إلهي أخريا إن لقوا فسروا يسدوا كلا إن لقوا فسروا كوا كتابك إلهي راعيا كل رقمية ده كل رقم كيسي وحو إيمانا يا مركي لبرتو إلا أخريو سدوا كلا أخري سكيسينا وحو فائدة إيمانا دالنا قنايا مركي قفكو وكو عمل فلو أو آنو كهاجرين. هذا بكو كتابك إلهي آخرية كو رقمية وحي أفريالي صلاة أوغيبا إلهي زكاة بحين يو وحي لغو أرزاقي وحكب بحين إياه أما سيهو صاحو بحيان أما سيمو قطاهو بحيان لبضو بوا خيرون كل هذه در إلهي تاي oo aanay istus ahayn sidii Ilaahay subhanahu wa ta'ala ulaha in tubdu as-sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khayrun lakum. marka in la muujiyana waa caadi in hoos loo dhigaana
واسدي سيبا خير كبدنيد قار أهان مركي أي زكاة صدقة تاهي تي السنة أهي هذا بكو النوع عاصة وحا إلهي ويلي وحا كواسي فلان أيام تجارة وكنعسك وحا هل كان لو تشيدانا دوا تجارة مقصود كي لغالها oo ah in faa'iido iyo midho laga helo waxay markaa filanayaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala agtiisa ay ka filanayaan ganacsi faa'iidaya oo midho dhalaya oo aan khasaareynin waxaan u khasaareyna waa la tacliiliyay oo li wafiyahu waxay ku tacalluqaysaa tabuurada sida Zamakhshari ay tilmaamayaan ganacsigaasi wuxuu u yahay mid aan khasaareynin de Ilaahay ba subhanahu wa ta'ala dadkani abaalmarintoodii oo taama siinay waliba intaasun maahe deeqdiisana Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu kordhinay oo fadli xaqiisa ayuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka siinayaa wanaaga ay sameeyeen innahu ghafuurun shakuur waxa la tilmaamayaa lafdiga ghafuur وهلكن عرب ماركتي waxa weeye faa'iideynaya kuwa quraanka akhriya كل dambi kama marnaanayaan bani aadam bay u yihiin ilaahay subhanahu wa ta'ala uu dhaafay waana shakuur ilaahay subhanahu wa ta'ala ayo wanaaga ay sameeyeen iyo quraanka ay akhriyeen iyo salaada ay oogeen iyo zakada ay bixiyeen abaalmarinteeda rabbi subhanahu wa ta'ala uu siinay وحولي وروينا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري في صحيحه الذي هو أصح الكتب بعد القرآن وروينا وحنكورني عن عثمان بن عفان رضي الله عنه صحابي الجليل كان عثمان بن عفان الله كرر لنا أنه قال ينوري قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبي إلهي وحويري خيركم كإذنكم خير بضاني من مدوي تعلم القرآن أما واكي تعلم قرآن كبرتي وعلمه ضدك نصيب بري رواه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري بسوري في صحيحه كتاب صحيح أبو سوري الذي هو أصح الكتب بعد القرآن كاسوءه كتبتك أو صحابة قرآن كدبدي حديث بو نور راعي النبي عليه الصلاة والسلام أوليه كإذنكو خير بضاني وكقرآن كبرتي ضدك نصيب بري هضيتها وحا الله صعدا إن الله سبحانه وتعالى أكتس قيمة الله يشو وحا قيمة الله يلي وكتاب كيس كاسا إلهي قفك أو ككر قاضي أدون له هرم معها قرية دادير الله نستا معها بابور قرح بدن الله وطن معها دمر بدن الله قورسدا معها مقع يموق ليشا معها خيركو وحكو جرى إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيس إنه قفكو إلهي أكتس قيمة يشو أيها واحد معنا صمينيس روينا أبو يري روينا أنا والله آخري كرا والله بدا ضبط بويجران لكن روينا بقى كم مشهور سن سيد ابن علان الصديقي وتلماميو روينا وانا لو سوري علماء يدبن ايان ماركتي waxa weeyaan nawarisiisay weey روينا anaga soo warinay way istagayaan inta wixii lagu soo wariyay u baad sii warinaysa Uthman ibn Affan waa saxaabiga jaliilka ahaa khaliifadii saddexaad أبو بكر يا عمر كحيجي رضي الله تعالى عن عثمان بن عفان القرشي الأموي من بني أمية أيها رضي الله تعالى عنه وحانو بنتي شن يصدن كي هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيها كوي مركا مارتي كقرد الراء أي دلين رضي الله عنه وكش هذا قاتل حديث كانوا مركا إنه سورينيه أبو عبد الرحمن السلمي oo taabiciga ka warinayay ayaa wuxuu sheegay in xadiiska daraadi 40 sanadood uu masaajidka u fadhiyay oo dadka uu quraanka bariyay xadiiskaasi 40 sanadood ayuu masaajidka i fariisiyay waxa soo wariyay buu yiri rawaahu al-imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim al-Bukhari wa imamki wayna محمد أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى المتوفى سنة 56
و200 لا بقوليو لحية كنتم كي هجرة النبي عليه الصلاة والسلام أي لمشهدي سؤهيد وإمامك يقول الرئي كتاب صحيح وأحاديث النبي صحيحة الله قرورنا أيو قراء أيها عالم وينود أمد الإسلام علماء الإسلام كأمد الإسلام كأي رهيد كمدها لقى ضيضو علمي كدال كيسة لقى ضيضو زهدك يا آخر الدونك إيو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سنة النبي سيد الله الراعي وحاو قرأي كتاب كمركا صحيحة الشيخ وكسفيي أصح الكتب بعد القرآن قرآن كمركا لقي ما كتاب بني آدم قرأي قرآن هو كلام كإلهي لكن كتبت بني آدم كو أروريه وقرأي كتاب كو قيمة بضني وكتاب كيساس وصحة بضن صحيح البخاري عام بوكويه ومضى إسلام كنا جود أهامبا كتاب أي قيميسو أو أي قدري سوي وحلو قيمين لو قدرنا يانا وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وحنبار سيهاي أي وليبا يسقط أقول دائرة ولها كلا جرشة حديث كصحيحة إياك آن صحيحة هين وقرأ جاريالي أحاديث صحيحة هين بخارى ما يشغل إلى بالون نسبي ومجالك تعالى أوزبكستان هالكن ما أنت الله وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران رواه البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم النيسابوري في صحيحيهما وعن عائشة رضي الله عنها عائشة وحلقورنا أنها قالت إن أيتني قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نبي إلهي وحيري الذي يقرأ القرآن كقرآن كأخريا وهو ماهر به إسقو حريفك مع السفرة الكرام البررة ومعود يهي وولد درجة يهي ملائكة مركا سفرة وحيقا إلهي سبحانه وتعالى وسوليبه كرامته كرامة إلهي شرفت إلهي سبحانه وتعالى أكتيس كله البررة مطيعين إلهي سبحانه وتعالى أنا عاصين أطيعا كاسواكي حريفك والذي يقرأ القرآن كقرآن كآخرية برنية ويتتعتع فيه مركا كله وحوي كعل علينية كنق نقنية وكو أدقيا وهو عليه شاق قرآن كو أدقيا كنق نقنية خلخلطية كل بوح ويان كعل علينية إنه مركا حفظية كود ذالية تتعتع وحويان بيراهدان إن qofku maartay waxa weeyaan shayga uu la dhacdhaco ayaa la yiraahdaa yatatacta ama hadalka uu qofku kari waayo ayaa la yiraahdaa tactacada qofka hadalku uu ku adag yahay aan hadli kareynin marka quraankii baa ku adag oo aanu akhriyi karin laakiin uu kicinaya uu ku dadaalaya uu ku celcelinaya وهو عليه شاق القرآن كنا uu ku adag yahay lahu ajrani laba ajri buu leeyahay ajr kiisu laban laab weeyaan isagana رواه البخاري إمامك البخاري هذا سوري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري يا إمامك أبو الحسين مسلم بن الحجاج في صحيحيهما الله بضبا كتبته صحيحة أي كوري حديث كان عائشة رضي الله تعالى عنها أي ورنيسو ضدك وحو قيبين يا الله قيبون وضدك أهل القرآن كأهاي القرآن كعلاقة الله كوي يجو القرآن كإسكت يعي أم برنين أخريين يقول لما الشيء ولا مصو هذا القادم وماشي وحبكم لها لكن ضدك القرآن كود ذلك والله بقى يبودين إلى هاي القرآن كي وتشلعي أو أفدودي كاسي درجة سؤال يأد بأسر رئيسا منزلات يأد قيمة بدن إلى هاي أكتيس وكتشوغا ملائكة قيمها بدن سفرة السفرة وجمع سافر وحنا علماء كفسرين الكتب هو اللي فسره كوا وحقري وحكلا اللي فسره كوا مركزي لصادر إلهي سبحانه وتعالى وأسر ديبيو وحيجيس ومركا ملائكة السجود والله فسره وده ملائكة إلهي وحيجي وأسر ديبا كوا ماركتي جار أهم كوا مركا وحيجي إلهي سبحانه وتعالى وسجار وأسر ديبو أن ملائكة أنت هذا كلا أهيننا والله فسره فضلك جارك هسه ملائكة يجوا صدا جارك أوله وحيك ساق عضا أيام نكاسي ولد رجية
وكو إلهي سورة عبس أو كشاي كلا إنها تذكرة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة ملائكة النوعاسة إلهي سبحانه وتعالى أو شاقي إن صحفته إيو وراقها وقرآن كو قريهاي ملائكة قعنتا كو هيسائيهين كواسو معودة هاي إساو ودرجة dadkii caadiga ahayd baa aad caadiga ahaaba uu dhaaf ka quraanka baranay ku dadaalay laakiin maaragtay waxa weeyaan aan si sax u aqri karin maaragtay aan dareerin karin ku celcelinaya oo ku adagaya kolba inuu xafido isku dadaalaya laakiin xafidaadiisu ay ku adag tahay kaana ajar laaban ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siinay oo quraanka uu akhriyo iyo dadaalka uu bixinayo ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala uu laba ajri ka siinayaa marka laban xadiiskaasina waa xadiis saxiixa bukhari iyo muslim way soo wariyeen bukhari horu sheekhu nagu soo sheegay imikana imaam muslim ayuu magaciisa iyo kunyadiisa bay noo sheegay abul husayn baa la yiraahdaa muslim ibn al-hajjaj ibn muslim an-naysaburi waxa loo nisbeeyaa isagana meeshaas naysabur la yiraahdo nayshaburna way ugu dhawaaqaan iyaduna halkan afghanistan iyo dhulkaas ay ku taala waxa weeye caasimadii khuraasaan dhulkii la oran jiray waaga hore isaguna kitaab saxiix buu leeyahay oo saxiix muslim ku caan baxay oo kitaabka imaam al-bukhari xagga sixada ku soo xigo oo isaguna darajada labaad noqonaya wafaadkiisuna wuxuu ahaa 260 حديث عائشة رضي الله تعالى عنها باورنيس وأم المؤمنين وفضل يا أضفر بضن أي أحاديث تأوسو أرورتي وأنا أبو بكر يضا يا أبه يا أوجد يا هو يدد أنتم الصحابة أي أهاين يضن مركا وحوسي داريد إلي أريد النبي عم حاسك النبي عليه الصلاة والسلام أهايد كليجد بان النبي وقبر بكرة وجور سدي واحد ما تيجي تضبيه كنتم كي هجرة رضي الله تعالى عنها وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر رواه البخاري ومسلم وعن أبي موسى الأشعري صحابي أبو موسى الأشعري وحلق ورني رضي الله عنه أنه قال إنه يري قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم النبي إلهي وحا يري مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مؤمن كي قرآن كآخره تساليه سوحوي مثل الأترجة أترجة مرها الله يراهضه تساليه سيوكلوي ريحها طيب أرتاد وأدقون وطعمها طيب ردن كيدنا ومعان ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مؤمن كي أن قرآن كآخرين تساله سنة مثل التمرة حبدي تمرت أهيد مره تساله ديو كلوي لا ريح لها أرم لها وطعمها حلو ردن كيدو سوى معان ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن منافق قرآن كآخرين تساله سنة مثل الريحانة والريحانة أما جيدها يريد مركها أدقون أو كلوي ريحها طيب أرتيس مركها وأدقون وطعمها مر جيدها يريد لك كبح يسكو أدقون لكن عن لعون طعم جيدة إيا مركها ردن كيدنا وقراد ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن منافقي أن قرآن كآخره تساله سنة كمثل الحنظلة وحنظلة تساله إذا أوكله حب ضميرات كأي علماء كفر السران ليس مأنون ليس لها ريح ما لها أر وطعمها مر ردن كيدنا وقراد رواه البخاري ومسلم يعني البخاري ومسلم باصو صاري هل كان وها حديث كني وضدك إسلام كشيغني ومضى إسلام وكو أبترسني وقيبنا يا أفر قيبون dadkii islaamka sheeganayay de waxay u qaybsamayaan kuwa islaamkii uu ka dhabiyahay iyo kuwa uu ka beeyahay kuwa marka ka been sheegaya aan islaamka ahayn de waa munaafiqiinti iyaguna de quraanki
sidan dadka kaleba u soo qaadanayaan ay kuwa markaa akhriya u yihiin qaarkood haddaba dadkii afar bay u qaybsamayaan mu'minkii dhabta ahaa ee islaamnimadiisu ay dhabta ahayd wuxuu kala qaybsamayaa mid quraanka akhriyay mid aan quraanka akhriyay ka munaafiqiina wuxuu qaybsamayaa mid quraanka akhriyay mid aan quraanka akhriyay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri kii quraanka akhriyay tusaale ayuu u sameeyay uturjada geedka la yiraahdo nabigu calayhi salaatu wasalaam ama midhaha la yiraahdo ayuu kala mid dhigay uturjadu waa midho ilaa imika magacaas wadata turunjana waa la inta afta laga gooyo magacyo kalena way u sheegaan waa midho markaa liin macaanta oo kala ah laakiin sidii wax tuura lahoo kale dusheedu ayay tahay iyada lafteeda waa laga yaabaa Soomaalidu ay arki lahaayeen inay markaa liin u oran lahaayeen markaa magac markaa liimaha koon liimaha iska noocyo badan nooc markaa liimaha kamid inay ku sheegi lahaayeen ilaa imika kulli dhulkan Carabta iyo waa laga helaa magacana way wadataa geedkaasi markaa ama midhahaasi waa udgoon sida liin macaanteenu baday udgoon tahay ayay u udgoon tahay waana macaan labadaas isku darsatay muslimkii quraanka akhriyay waa sidaas de waa muslim gudaha uu ka wanaagsan yahay oo qalbigiisu uu wanaagsan yahay waa mu'min waa dhadhankii oo kala kaas oo dhadhankii qofka gudihiisii dhadhankii baa laga la mid dhigay muuqaalkiisii dusha quraankii uu akhriyay ka muuqanayayna waxa laga dhigay urtiisii oo kale oo marka urtiisiina waa udgoono de waxa ka soo baxaya waa quraan ee aad ka maqlayso ee dhagahaaga soo gaaraya waa quraankii marka waxaad ka maqlaysayna waa wax wanaagsan isaguna gudihiisu wax weeyde waa gudo wanaagsan oo iimaankii iyo islaamnimadii ay degtay kii muuminka ahaa ee aan quraanka akhriyay de gudaha uu ka fiican yahay laakiin wax ka soo gaaraya ma jiro oo wanaag aad ka maqlaysaa meeshii markaas waxa weeyaan ma jiraan quraankii ma akhriyayo ma xifdisana oo mid markaas waxa weeyaan quraankii had iyo jeer akhriyayo oo aad ka maqlaysa ma aha markaas sidii wax bilaa ur ah ayaa laga dhigay laakiin gudaha ka wanaagsan timirta ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam isagana ku metelay dhadhan ahaan waa u macaan laakiin da ur ma laha oo halka iska taalo aanad dhadhaminin waxba ka soo gaari maayaan munaafiqi quraanka akhriyay isagana urtiisii baa wanaagsan laakiin gudihii ayaa de qaraaraho aan markaas waxa weeyaan wanaagsanayn isagana nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku metelay rayxaanadu waa geedaha yareeray inta maartay la soo jaro dhulka ka baxa maartay in la yar urursado waxooga marka iska udgoon rayxaana yiraahdaan geed kasta oo maartay udgoon oo marka urtiisa loo raadsado laakiin aan la cunin hadaa de dhadhamaystirada waa qaraar oo ma dhana ma maartay ma macaana laakiin waxa loo sitaa loo soo goostaa waa caleen yar oo marka iska caleen ba maartay iska noqonaysa waa geedahan yar buquusha ma aha geedo waaweyn ma aha rayxaanadu inta badan markii la soo goosto caleentaasi de way udgoon tahay oo waxoogaa baad sidanaysaa oo iska urursanaysa ama gurigaaba dhiganaysaa oo de waxoogaa urteedu ku baxaysa laakiin dhadhan ma leh waa qaraar munaafiqi waa sidaas oo de gunta uu ka xun yahay laakiin adigii wanaag baad ka maqlaysaa de quraan buu akhriyay munaafiqi aan quraanka akhriyayna da isagu marka urka soo gaaraysa malaha gudihiisina waa waxa markaas waxa weeyaan aan fiicnayn isagana nabigu calayhi salaatu wasalaam xandalada ayuu marka ku metelay xandalada marka waa geed marka sidan xabxabka ayuu u baxaa mara ku xabxabka u egna wuu bixiyaa laakiin ka yar isaga laftiisa moodaa in mantiqadaha uu ka baxayo sidan xabxabka uu kala duwan yahay uu kala muuqaal duwan yahay ayuu isaga laftiisa u yar kala muuqaal duwan yahay culamadeenu waxay ku fasiri jireen xabxab dameeraadka dad imika de waxyaalahan laga eego Google-ka kala ka eegtaan xandalo ku qortaana oo idin soo baxaya mirihiisu isagoo marka mirihiisu marka noocyo kala duwan leh oo qaarkood xabxabkaba aan laga garanaynin laakiin de markii la dilaaciyo sidii xabxabkeenu uu casaa isagu de uma casaanaye waa iska akhtarka iyo cagaarkaas weey dhadhankiisuna waa qaraad oo wax marka la cuno ma aha xadiidkan isagana Bukhari iyo Muslim ayaa soo saaray waxaad markaa halka arkaysaa xataa kii munaafiq ahaa ee quraanka akhriyay inuu ka faa'iiday oo lagu metelay wax markaa udgoon laakiin da isagu gunti uu ka xun yahay aakhiro waxba ku heli maayo khasaare ayuu isaga u yahay xadiidka saxaabiga warinaya waa Abu Muusa al-Ash'ari magaciisana sheekha ayaa hoosta inoogu qoray Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala
وهو عبد الله بن قيس منسوب إلى الأشعر جد القبيلة عبد الله بن قيس لما عيسى الله يرهضا أشعري ذننا وحي كتمد نسب كيسة ومركا أشعر أووغي أيا مركا أوود مركا دروسن ويا من مارت قبايشي غير يمناد بنو قحطان قبيل مركا كتر سنة مارت كتر سنة أيا لأورنجري بنو الأشعر أما غير أشعر مركا هو يدي بعد الشيء يرهضا نسقه احتماله مركا ساب مركا أشعر لو بحي لكن مقع كلا أيونها أبو موسى الأشعري وصحابي جليلة كم إذا الصحابة دي النبي عليه الصلاة والسلام قيمها بضني ولبا قرآن كان سيدا قاركا وقلت المعنى النبي عليه الصلاة والسلام هبين بودغيستي أبو موسى الأشعري وقرآن كآخرين مركز سعود كي سعاد شبي صبحي بودا تنوشا وكيري هضادي أركي لهاي الحلي أنا أقول القرآن كاقي دغيساني لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود وحل قسيي عد معان وكم إذا عضتك نبي الله داود عليه الصلاة والسلام markaasuu ku yiri rasuulkii Ilaahay maad ii sheegtay inaad dhageysanayso waan sii qurxin lahaa la xabarto laka tahbiran waan ku sii maartay wax weyn macaanin lahaa quraanka akhrintiisa miyaad ii sheegtid buu yiri radiyallahu ta'ala anhu saxaabi aad iyo aad u qiimo badan ayuu ahaa nabiga dabadiina in badan buu sii noolaa wafaadkiisu 40 ka kadib 42 kii hijrada ama 44 ayaa lagu tilmaamay قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب أترجة أرتادي وي وناكسنتهاي بدن كيدنا وناكسية يعني أرتادي وأدقون بدن كيدنا ومعان ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحانة وطائن الشيء وقيدها يريم مركا أدقوي ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر رواه البخاري ومسلم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب وحل قورنا يا أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال إن رسولك إلهي ويري إن الله تعالى إلهي كري يرفع بهذا الكتاب أقواما كتاب كان قلوين بو كرء قاضية ويضع به آخرين كوكلنا إلهي هوس أيو أقول لك وميل هوس أيو كجينيا رواه مسلم إمام مسلم بحديث كان سجنا صاري هل كان النبي عليه الصلاة والسلام وحوت الماما قرآنكو فضلك أوليه قفكي كتابك إلهي آخريا حفظة برتا كل رقمة إلهي كر أي قاضي كي كتابك إلهي ضيعه إن دنك قرين إن وحبك سوق قاضي إن وبهي السنين وحكلم مقيهي الدنيا سواء كمشغول سينا وحديث كان وتلمامية إن إلهي سبحانه وتعالى أميره سجين يو قف هوسية وليته وإلهي سبحانه وتعالى أكتي سكن قري ولما قصة أيو حديث كان عمر بن الخطاب كبشة يوم نبو أمير وقد جاي عمر بن الخطاب ده صحابي جليل أمير المؤمنين أول من لقى بأمير الموقف كيقول يا أمير المؤمنين لقوا مقعاب صدحيته بنكي هجرة أيو خلافة قبطي إلى صدحية لبعطنكي أبو لؤلؤات المجوسي أنت وكدي لي أيو مركا خلافتها رضي الله تعالى عنه وحو مركا مكة ومقعابين مركا والية أما برصابك أمكة isagoo deetana Umar soo socda ayuu Cusfaan markuu yimid Cusfaan Maka ayay wax u jirtaa ilaa dhowr iyo 70 kiiloomitir ilaa 70 ama ilaa 75 bay u jirtaa xagga Madiina ka xigta isagoo markaa Madiina ka yimid ayuu Cusfaan markuu soo marayo ayuu waaligi ka hor yimid oo halka kula kulmay markaasuu ku yiri wariyad kaga timid Makayaad kaga timid markaasuu ibn Abza oo ibn Abza waa ayabu yiri uu garan waay تتنوح يري وحويان مولى من موالينا ومد كمدا مواليد واضتك عمل حريه ادمها ahaan jiray waa la yiraahdo sidoo kale dadka aan dadkii marka deegaanka ahayn xulafo la noqdayna iyagana waa la yiraahdo marka mawlaan kaga imid buu marka soo walba nimankii Quraysheed de waxa weeyaan nakhwada iyo waxa weey isla weynudu ay ku jirtay waa reer Qurayshood dadka kale inay ka sareeyaan oo Ilaahay beedkiisa iyaga u dhiibay oo lagu aaminay ayay markaas waxa weeyaan isu haysteen
nimankii nooca ahaa ayaa nin markaa mawla ah oo laga yaabo qaar badan oo kamid in yasaanay bal wuxuu maamul loogu dhiibay ay yiraahdaan aad kaga timid yani nin ay qiimeynayaan oo ay ka haybaysanayaan miyaad u magacawdi wuxuu ku yiri ya amiir almu'miniin ninkani waa nin quraankana akhriyo oo quraanka xifdisan oo yaqaana cilmiga faraa'idka iyo dhaxalkana aqoon badan u leh markaas Umar radiyallahu ta'ala anhu arintii garawsadayo wuxuu yiri rasuulki ilaahay baan maqlayo leh inna allaha ta'ala yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin ilaahay kitabkan quraanka qolooyin buu kor ugu qaadaya qaarna uu ku hoosaysiinaya imisa ayaa qof laga yaabo qoyskii raaska uu ka soo jeedo inaan cidiba xusi jirin oo aan laga warhaynin oo waxay ahaayeen baan la aqoon markii ilmahoodii uu kitaabka quraanka bartay ee uu caalim ku noqday quraanka iyo qiraa'adkiisa iyo tafsiirkiisa kor loo wada eegayo qof aad iyo aad u qiimo badan noqday وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه يسقون وحل قوري إنه يري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي إلهي ولبان مقلي اقرأوا القرآن قرآن كآخرية فإنه يأتي يوم القيامة قرآنكم مالت قيامها وإيمانيا شفيعا لأصحابه إسقوا وشفاعة قاضية أصحابتيسي رواه مسلم إمام مسلم بقى إسقنا صوصاري قرآن كآخرية بولي النبي عليه الصلاة والسلام مالت قيامها قرآن كبا إيمانيا شفاعة قاضي قرآن كبا إيمانيا شفاعة قاضية ومركا ددكي أخري جرا صاحبك الله قرآنك لأصحابي وددكي قرآنك صاحبك الله أي أن مال إسكاكا تيرينين مالين إيا الليل كما دي حياة أخرية أي وحكستاو كلا قيمة بدنا سي عملية وحوي قرآنك ولا النولا كواس مالت قيامها قرآنك أي أدودية أو شفاعة قاضية إمام مسلم بقى حديث كان يسجنا صحيح يسكسو صاري أبو أمامة الباهلي يسجنا مجلسي إمام النووي وكوسط ينور وكمارت حويا نقول شيء فصل كاو الفاظ ومارت عقدي اسمه صدي بن عجلان منصوب إلى باهلة قبيلة معروفة بويل مجلسه وصدي بن عجلان وحلون لو نسبة باهلة وقبيل قبيلة مركب معروف والله يقانو وبنو معن بن مالك وقبيلة مركب كترسن من قيس عيلان قيس عيلان وحويا قيس عيلان ابن مضر والنبي عليه الصلاة والسلام مضر بن نزار أي مركب كل مان وعمر كان عليه القرآن كآخرية فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وعن ابن عمر سقنا مركز صحابي كان أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه إن بدأ بوصين ولا وحاو جيريو دي لحيستيتن كي هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مال فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار رواه البخاري ومسلم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وحا لغا ورينيا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اسغو marka nabiga ka warinaya annahu qaal in nabigu uu yiri hada jaralka annahu bin soo gelina si marka lafdigu u asxo an abi umamah annahu qaal saasay oranayna inuu yiri marka yani waxa way hadii ruwiya ama jaa la qadaro annahu qaal marka faa'ilkii bay noqon hadii warada la qadaro soo kale هدي مركا عن أبي أمامة الباهلي أنه قال مبتدئ خبر لا يستقدر أنا وعادي ومركا عن أبي أمامة يتنعي مركا نقطه خبر مقدمة أنه قال ذو نوحي نقول يسا مبتدئ أو مؤخر حقي مركا نحوها مركا مستر كان أول كابا مبتدأ نقول واجب التأخير ندي حالة ونقول إلى الضمير كيبا ونقول خبر كيبا كتشري وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه لا حسد إلا في اثنتين كما شمجرته إن قف كلا كمته أو أرنكو كمته إلا في اثنتين إلا بقى الرماد بدأهانو بالله يسوق كمتها وقفكو وكنت مني إنه قفك هيرك وقارو رجل أي ما رتح حال رجل أما خصلة رجل ننح أرنكي أما الرجل أحدهما رجل يعني وحوي إنك مركا لكمان أيوه إكوبات ورجل نوي آتاه الله القرآن إلهي القرآن كبري فهو يقوم به وحكوك عيا آناء الليل وقت يدها بينك وآناء النهار وقت يدها مالنتي أي قرآن كي استاغيا أو كنت كنيا
ورجل أما ورجل لبضب الله أخري كريا أي وحال رجل طلباتنا وحوي نن مركا حالة ديسة أما خصلة ديسة آتاه الله مالا إلهي سبحانه وتعالى وحول السيئي فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار إلهي جدد كيسي خيرك أيو كب حينيا وقت يدا هبينكي يا وقت يدا مالتي رواه البخاري ومسلم بخاري ومسلم بقى حديث كان سجنا صو صاري حطات عتمني يسان أو عاد كمان يسان بولي النبي عليه الصلاة والسلام لبا الرماد بدون كمت حسد قال كان الشيء واقف طدي كما شديوي ما حسد كي مذموم كهاي لا عيسنا وحي كو كلا دوين حسد كمذموم كهاي لا بليعي وقفك او جعل الهي انه نمعده كاكا قاado wuxuu ka xun yahay in nimca ka la siiyay laakiin kan xasadka halkan lagu sheegaya waa kama shaqo qofku isagu baa tamaniyay inuu isda taas oo kale uu helo taasi marka iyadu ma aha mid la dhaleeceeyay ma laakiin aad qofka nimcadiisa ka xumaato in laga xayuubiyo jeclaato taas aad tafoosha xun ah hadaba waa laba arimood un bay tahay arin maartay wax weeyaan la isku kamto in qofka ilaahay uu cilmigii baray quraankii baray deetana salaatu leelka uu kacay ila quraanki barashadiisu marka aad dhaqan geliso quraankii uu ka muuqdo ayuu qiimo yeelanaysa barashada aad quraanka baratay laakiin haduu ka muuqan waayo de waxa laga yaabaa inuu cadaab kugu noqdo qofkaas yaquumu bihi ana al-layl wa ana an-nahar bulay nabi salaad buu ku tukanayaa weey waxay yiraahdeen culimadu quraanka salaada lagu tukado ayaa ka fadli badan quraanka marka gaar loo akhriyo salaad lagu tukanayni waana inoo iman doonta insha Allah ta'ala kan kalena ilaahay maal buu siiyo maalkii buu farqaya wuxuu ku farqayaana waa maxay waa khayr masjid dhisya madrasad dhisya طلاب العلم كفاله قاديه meel alla meeshii khayr ku arko ceel qodiya masaakiin siiya aytaam iyo dad maartay xooyaan agooma kafaala qaaday ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu u diray uu khayrka inuu marka xoorihiisa ku bixiyo taqiimaha iyaduna waa taawi xadiidkan Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu baa isaguna warinaya al-Adawi min bani Adi weeyaan isaga iyo Abi Ibn al-Khattab horeen u soo aragnay isaguna waa saxaabiga jaliilka saxaabigi weynaa Umar al-Khattab oo dhalay nabigana alayhi salatu wasalaam ahadiista ugu badan dadka ka wariya ayuu kamid yahay Abdullah ibn Umar ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وحجيريودي صدحية تضباطنكي هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ورويناه أيضا من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها ورويناه حديث كما نسورنا أيضا صدق من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه استقوا حديث مركا ورنيو عبد الله بن مسعود ابن غافل بن حبيب الهذلي رضي الله تعالى عنه المتوفى سنة 32 عبد الله بن مسعود وحاول انت لبيسدو كي هجرة صحابة آتك وقيمها بطنا أيو كمدها هرو إسلامي waxa weeyaan waqtiyadii ugu horeeyay ee iyadoo muslimiintu tobaneeyay aanay gaarin soo islaamay ayuha Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu waxaan ahaa dadkii quraanka lagu majiiran jiray ee markaas waxa weeyay aadka ugu horeeyay ee nabigu kaleeyhi salaatu wasalaam oo ku amaanay bal rasuulka ayaaba ka dalbay ka codsaday inuu ku akhriyo quraanka markaasuu yiri maadaan quraanka kugu akhriyo rasuulka ilaahay wa alayka unzil adaaba ilaahay kugu soo dajiyay ha ayuu yiri nabigu kaleeyhi salaatu wasalaam waxa kale lagu soo wariyay inuu yiri 7 suuradood ayaan afka rasuulka kaleeyhi salaatu wasalaam ka xafidayo aan ka bartay la xasada marka xadiis kan ka warinay buu Abdullah ibn Mas'ud isagana imaam Tirmidhi qeyrkii baa soo saaray waxa uu marka afwan waxaan jeedaa Bukhari iyo Muslim baa isaga laftiisa soo saaray waxa uu leeyahay la xasada illa fi ithnatayn واتيو كلام رجل آتاه الله مالا من الله حولسي فسلطه على هلكته في الحق ديتنا وكسلداي كديراي انو كو هلاغو خلاص يعني كبخيبا لو جيدا حق iyo marka daw meel daw oo inuu kubxiyo oo xaq ah oo ilaahay subhanahu wa ta'ala u diray ورجل آتاه الله حكمة يعني ilaahay uu aqoon baray aqoontiina quraankiiba kow ka ah فهو يقضي بها ويعلمها قرآنك أما مارت حكمتي فقهي ودوحة ويان قرآنك حديث النبي عليه الصلاة والسلام كبرتي أيو ضدك كوكلا حكومية ضدك نصيب برية وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة ب10 أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي وقال حديث حسن صحيح عبد الله بن مسعود سوكله وحا لغا وري انه قال انه يري قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم نبي الهي وحا يري من قرأ حرفا من كتاب الله قفك اخريا هل حرف
وكمذا إلهي كتاب كيسة فله حسنة وحاو كهليا حسنة أي إلهي وقرية حسن إلهي وقرية والحسنة بعشر أمثالها حسنة أم أجرينا وحلقوا بحياة طبعا لمضة أي إلهي سبحانه وتعالى وكبحنا وطبعا لابيا لا أقول ما أرنا يقول لنبيه ألف لام ميم حرف ألف لام ميم وحرف ما أرنا بل ألف حرف ألف وحرف ولام حرف لام كنا وحرف وميم حرف ميم كنا وحرف مرك ألف لام ميم صدم حسنه أي نقريس رواه أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي وقال حديث حسن صحيح إمام الترمذي بس صاري وحاول هو حديث حسن أو صحيح حديث كان وحو تلمامه يا فضل أوليه القرآن أخرسكم هل حرف قفك آخرية حسنا لقصينا يا حسنا دينا وطبعا لا طبعا حسنه أي قفك كيليا حرف كي قرآن كهاية وآخرين مركز النبي يقول ألف لام ميم حرف معها وما أرنا يعني أنت معها أنت حسنا ذا كليه لقيه ليا أي ألف كنا السيجارة حسنا لقيه ليا لام كنا واساس سوكله ميم كنا واساس سوكله علماء مركز من قرأ حرفا حرفه دور سيادة والله استعمالي كراي ومعنى يالدور ليه ما حرفكي إنه ده حروفته جاية ألف باء ذي باء ومثلا الحمد ده ألف يا لام يا حاء يا ميم يا دال أي كوبنتاي مثل حرف هالك واحد لو لتش إذا كلمة ومن قرأ حرفين يعني كلمة قف كي آخرها لبضع علماء ويكف الصيرين ألف لام ميمنا وعليه ويتصين إصابة وتها كلمة دي مركون يقول بل ألف حرف واللام حرف ده قف كي ألف بو آخره صوما ألف هذا المركز حق حروف الجاية ولا كعنه ده يا لام يا فاء بكودة شري وهلكا صدق باك الصبح لها بيلي النبي قال كيري ألف حرف marka halka waxa laga qaadanaya in xarafta halka la sheegay ay kelmadii tahay oo marka qofkii marka kelmad akhriyo kitaabka Ilaahay kamidayba inuu marka xasano ku helayo xasanadina 10 laab ay tahay qoliyo kale waxay meenay waa xuruftii jaayigiyo alxamdu qofkii markuu akhriyo alif ya lam ya ha ya mim ya dal mid walba xasano ayuu noqonayaa marka saa loo sii 10 laabaya إمامك حديث كان ورنا يا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي أبو عيسى وكن يديسي مع عيسى محمد بن عيسى بالله يراهضه الترمذي باللون نسبي مقال مركا الترمذي لا يراهضه وأيضا أوزباكستان وقت كان إمك أكتها الله الإمام كان يسقنا أيمدي ووينيد حديث كأيو كمدها وحاو يسقنا جيرو لا بقول يسقال يتضباطن كي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كتاب مركا السنن الترمذي أما جامع الترمذي لبضب الله يراهضه أيو ليه هاي أو عانا وقال حديث حسن صحيح والحديث كان هو حسن وانا صحيح يعني هو حديث النبي عليه الصلاه والسلام كسغن كل حسن يا صحيح way kala duwan marka mustalax la dhiganayo cibaaradan imaam tirmidina waxa uu la jeedo halkaas ayaa kulay lagaga warrama وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الرب سبحانه وتعالى من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وفضل كلام الله سبحانه وتعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن أبي سعيد الخدري صحابي قال له وحل قورنا عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى النبي كورنا أنه قال إن رسولك ويري يقول الرب سبحانه وتعالى إلهي جل جلاله وحو يراهضا من شغله القرآن قفك القرآن كمشغولي وذكر حسكيك عن مسألتي إنه وحي ويديستو أعطيته وحنسيا أفضل ما أعطي السائلين كو وحي ويديستي وحاسية وقيمة بضنباسية وفضل كلام الله سبحانه وتعالى على سائر الكلام فضل أول ديري هذا الكإلهي هذا الله كلنا كفضل الله تعالى على خلقه سيد إلهي خلقه سوق فضل بديه أيا ومارتح وقويه أيا صدوك له ومركا وحوي هذا الكيسنا وقويه وقيمة بديه هذا الله كله رواه الترمذي وقال حديث حسن إمام الترمذي يسجن صوصاري وحامل له حديث حسن والنبي عليه الصلاة والسلام كسبا أبو سعيد الخدري أي صحابي قاس مالك بن سنان وحل هذا مركز أبو سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه أيام مركز حديث كان ورني الخدري نوان مارتوا قبيل كيسي وقبيل مركز كمذا أنصار قال أهان قبيل كي خزرج الأورنجري صحابي قا ويسمون أفريت ضباط كي جرد النبي عليه الصلاة والسلام وفاتكيس أما جيرديسو أي أهيد أيا وحا وكورنا يا النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يهي إلهي با يري marka waa xadiis qudsiya xadiista nabigu ilaahay ka wariyo xadiis qudsiya baa la yiraahdaa ilaahay waxa uu yiri qofka uu quraanku ka mashquuliyo inuu wax weydiisto uu ducaysto marka bariyo
كقرآن ككم مشغول قرآن آخرسكي وكم مشغوليو وحنسيا كوي بريء وحي ويدي سنة وحا قيمة بدني أنسيو وهلك علماء كقاتين شيخنا وينو كين الدوناي إن قرآنك ودعدي كفضل بديه إن مركا قرآنك أما رتحوين هذا آخره سدوا كلو حليه إلهي هذا الكيس هذا الله كلا سدوا قيمة بديه واصدة إلهي سبحانه وتعالى وقويه أو وفضل بديه خلقه يسوي سقو أبورا وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسجن وحلق ورني أنه قال إنه يري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي إلهي با وحا يري إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كي آن قده سوح قرآنه كتشريني كالبيت الخرب وقري خراب أوكله رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح إمام الترمذي بقى يسجن صو صاري ويري وحديث حسن هو صحيح عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي الجليل كو رسولك إناديرك يرانا وقت النبي عليه الصلاة والسلام رسولكنا ودعي أو ودعين إلهي سبحانه وتعالى أو براه تأويلك تفسيرك قرآنك ومركع علماء يقولون ترجمان القرآن حبر الأمة وترجمان القرآن عالمك أمة إسلام يا قرآن كترجمان كيسي يا أفهيين كيسي يعني كي قرآن كفسيري رضي الله تعالى عنه يدعو على نبي عليه الصلاة والسلام إلهي وأقبلي صحابي قاسي أيها وحو رسولك وفاتك سنة استدي لحدك هجرة أيها مركع أي أهيده وحو كور يا النبي عليه الصلاة والسلام ويري إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب نين كان قرآن وحبا كهين لابتي ساعان قرآن كتشيريني وأقولي خراب وبابا وأن مركا وحويا عدي دقانين ميل مركا لما دقانا أيو اسكان نقونيسا مركا لابتي آنو قرآن كتشيريني وحيتاسينا مركا توسينيسا رنتي دي سيدا وقفكو قيمة أقولي هاي كتابك إلهي سبحانه وتعالى حفظات ديسا إيو آخرين تيس وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ رواه أبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وحال قورنا عن النبي صلى الله عليه وسلم سقوا النبي كورنا أنه قال رسولك ويري يقال وحال قورنا لصاحب القرآن قرآنك قفك صاحبك الله قرآنك وحوي لو تيريه صاحب لوغا دغاي had iyo jeer la noolaa quraanka ee qara baa la oranayaa aakhir markuu ilaahay agtiisa yimaado quraankii aakhir wartaqi darajooyinka jannada kor u baxo marka waxa weeyaan fano warattil quraankii tartiiliyo aakhiriyo kala dhigdhig kama kunta turattilu fi dunya saad u kala dhigdhigi jirtay adduunyada marka joogtay fa inna manzilataka halka dagaysa inda aakhir aayatin taqra aayada ugu dambaysa aad akhriyayso agteeda weeyaan halka marka marayso ayay manziladaadii noqonaysaa de quraankiiba marka lagu kala tagayaa aakhiro waxa la isku dhaafay lagu kala tagayaan waa quraankii saasa marka ilaahay u karaameynaya qofkii saaxibul quraanka ahaa ee quraanka xafiday ee la noolaa ee kitaabka ilaahay subhanahu wa ta'ala ku mashquulay saxaabiga xadiidka inoo warinaya waa Abdullah ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu ta'ala anhu wa saxaabi qurashiya oo sahmiya min bani sahm oo nabiga kaleey sallallahu kacb ibn lu'ay ay marka kala kulmaan marka isaguna qurashi buu ahaa isaga iyo aabihiiba waa saxaabi aabihina waa Amr ibn al-Aas waxa uu geeriyooday Abdullah ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu ta'ala anhu 360kii hijrada nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam waxaanu kamid ahaa saxaabada aad ka qiimaha badnayd ee ugu ahadiis badnayd hadiista nabiga alayhi sallallahu wasallam laga wariyo dadkii ugu ahadiista badnaa ee marka ahadiista ugu badan soo wariyay ayuu kamid ah رواه أبو داود إمامك أبو داود با حديث كوريي هوست أيو مركا كقبته أبو داود السجستاني اسمه سليمان ابن الأشعث داود سليمان ابن الأشعث أي لورنشري رحمه الله تعالى صدح بقول إيو شني لا بقول إيو شني تضباتك هجرة النبي عليه الصلاة والسلام أي إسجنا وفات كيسوها كتاب مركا سنن أبي داود كعام بحي أيو إسجون إليه كتبت مركا وقم مضان كتبت حديث ككمدة سدوا كلا تلميذ بأصوصاري النسائي نسائنا يسجن الشيخ ويسجن تعليق أيوك قبطي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي
isaguna wuxuu kamid ahaa aimada xadiidka qiimaha badan 303 hijrada nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa isagana wafaadkiisu ahaa isaguna kitaab sunan النسائي ku caan baxay oo kutubta 6 ee ugu qiimaha badan kutubta xadiidka nabiga ayuu kamid yahay ragii ayuu markaa isaguna uu qoray وقال الترمذي حديث حسن صحيح وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل بهذا رواه أبو داود معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه الجهني وحورنيا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن رسولك إلهي أويري من قرأ القرآن وعمل بما فيه قفك قرآن كأخريا كنا رقم كعمل فلا وح قرآن ككسجن أوامر ألبس والداه لبدي سي والد وح الله حريا تاجا يوم القيامة تشبه مدح اللوج لنيا مالنت قيامها ضوءه أحسن من ضوء الشمس افتين كيسو وكمر كاب روح بدنيا يكون يهاي قرحضة افتين كذا في بيوت الدنيا نلاش أمارة قريان الدنيا سيدا قرحضة افتين ميصو كمر كافتين وين أي إلهي سبحانه وتعالى مدح وقلنا يا الله حريا فما ووالدك أي الله حريا فما ظنكم بل محاط ضب فلان إنسان بالذي عمل بهذا محاط ملاين إنسان كي يسوي سيدنا يا لا يد قرآنك حفظيه كعمل فري يسجد درجتي يقيمها ولا يكتي سهلية سيدنا قريش والد كيسي يوان قرآنك آخرين لكن المهود وقرآن كبرتيا يكون الدلالين مارت ولد كودنا دكسب جودي مكملة هاي أيال كرامين يا تاش كيف سوي في تيمية الله حرية يسجينا محاضر ملاين إيسا محاو إلهي سبحانه وتعالى أكتي سكيلية يعني وحلا سوكو بكريا الله حسابين كريو معها أبا المريض وإلهي سبحانه وتعالى أكتي سكيلية معاذ بن أنس الجهني رضي الله تعالى عنه و قبيلة مركا جهينة أيو كتير سنة صحابة النبي أيو كميدها مصر يا شام ملها إن مركي دم بدجنان شري إلى خلافة عبد الملك مروان ونورا أي علماء تلماما رواه أبو داود إمامك أبو داود ينصور شاقني أي حديث كوري وروى الدارمي بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال اقرأوا القرآن فإن الله تعالى لا يعذب قلبا وعى القرآن إمامك الدارمي لا يراهضه أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي نوا قبيل كيسي ويانه قال مركا رير بني تميم كميد هيد وي وحو كوري باسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صحابي عبد الله بن مسعود وحو كوري انه قال انه يري اقرأوا القرآن قرآن كاخريا فإن الله تعالى لا يعذب قلبا وعلى القرآن إلهي سبحانه وتعالى مع ذابه قلبي قرآن كويلي ساسو مركا إمام الدارمي ومركا إمام وينو أئمة الإسلام كميدو آدي آدو قيمة بدنا وإساقنا سوري وحديث كاسي أما أثر كاسي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أيو كورني عبد الله بن مسعود بوحوليه قرآن كآخرية إلهي مع ذابه قلب قرآن كويليه وإن هذا القرآن مأدبة الله تعالى فمن دخل فيه فهو آمن وعكلو كوريين ويري عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن هذا القرآن قرآن كان مأدبة الله تعالى وعسومدي إلهي مأدبته وانتظر الله سمعيه ما ارتحوا يعني عدة مركها للسوريين ما ارتحوا العسومي ومأدبتي إلهي فمن دخل وحويا يعني وحويا سوق عبرة فمن دخل فيه قفك الصوقلة ومركز وحويا هلك إلهي سبحانه وتعالى عسومده إلهي سوق عبرة فهو آمن بد مركان بدبادي وي وإلهي سبحانه وتعالى أكتيسة كوب بدبادي يوم على قيامها بشاره لي ومن أحب القرآن فليبشر وعكلو كوريين ويري من أحب القرآن فليبشر قفك القرآن كتشعلاضة حتى آخر سكيسة يحفظنتيس يكود ذالا هب شاريستو فليبشر يا فليبشر لبضب والله آخري كرم وعن عبد الحميد الحماني أنه قال سألت سفيان الثوري عبد الحميد الحماني وكم إذا مركا أئمدي علمدي سلفك حمان وقبيل كيسي عبد الحميد ابن عبد الرحمن الأورنجري وحقيري ذي الله بقول يلا بدي وحاولي سألت سفيان الثوري سفيان بن سعيد الثوري إمامك وينا أئمة المسلمين كم يتكاها لا بقول يكوبي اللي حدا باي وفات كي سناها هيدي أيام ويدي عن الرجل قفك يغزو جهادك أبحية أيا أحب إليك ما رأيت أكت هذا اللي تعليها أو كاسات تعشها أو يقرأ القرآن مسنيك أو قرآن كآخرية أياك تعشها نيك جهادك أبحو إنه قرآن كآخرية لبضع كيت تعشها يقول فقال سفيان وحيري يقرأ القرآن
قرآنك آخرية كقرآنك آخرية ينشعرها لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال محايا لرسولك إلى يحيري خيركم من تعلم القرآن وعلمه كإذن كقيم بضني وكقرآن كبرتي أيضا كان السيبرة سفيان الثوري جهادك وحو كفض لي قرآن آخرسكي يسوق دليشنيا حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام أي نصا أرقني انت سمان درس كتوك دونا إن شاء الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد والله أعلم